هذا البيت يا جماعة الخير. الحمد لله بعد معاناة غياب 10 أيام عنكم يا جماعة في المقطع. سبب غيابي هو إني انتقلت من بيت ثاني، وانتم عندكم خبر على آخر مقطع خبرتكم سبت إني راح انتقل من بيت ثاني بإذن الله. وهذا البيت اللي كنت أنا عن جازور إنه يصور، كنت أصور بهذا المكان يا طويل العمر. مطبخ كان وكنت بخليه في النص، وكانت هذه الخلفية مؤقتا على لما انتقل. وهذه غرفة النوم اللي كنت أنام فيها. يعني أكيد شخص يكون متواضع، يعني ما لازم يكون واو يوتيوبر وعنده قناة وكذا تكرمون هذه دورة مياه، أنتم أكبر قدر. وأيضا يا جماعة الخير، يعني تربيت وأنا صغير من 2006، كان البيت إيجار مش ملك. انتقلنا البيت الحمد لله، هذا فضل الله ثم فضل الوالد، الله يعطيه العافية والصحة، إنه نملك بيت أيضا تحمل ذكريات هذا البيت. اعذروني يا جماعة الخير، غصبا عني واحد يكون حامل ذكريات جميلة مع العيلة واخواته، وايضا الجيران اللي تعرفنا عليهم، اللي جلسوا سنة وغادروا واجوا غيرهم. الحمد لله رب العالمين. هذا الصالة كنا نجلس مع العيلة، وعندنا على السنورة فقدتنا، شوف حتى زعلانة. المهم يا جماعة الخير، عفوا اعذروني، هذا اكيد كل شخص راح ينتقل ويكون له ذكريات حلوة، راح يكون له مشاعر حلوة. حتى السنور يعني فقدنا، شوف كيف يتقرب. لهم لايك اشتراك سبسكرايب. وهذه غرفة نوم، وهذه غرفة نوم، وانتم اكبر قدر. هذا حمام، وهذا مستودع كان الوالد مخليه على غراضه. وهذا غرفة نوم، وهذه الصالة الثانية اللي خبرتكم عنها. وفي صالة ثانية هناك تكون صالة للحريم، صالة للرجال، او صالة للحريم صالة للرجال. المشكلة التعابير، وبصراحة يعني ايضا حتى هذا المطبخ، وفقدتنا السنورة. وهذا البيت المتواضع اللي كنا ساكنين فيه 30 سنة 35 سنة يا جماعة الخير. كانت ذكريات حلوة، وبصراحة خلاص الحمد لله رب العالمين. والحين راح ننتقل للبيت الجديد إن شاء الله. أنكم تستمتعوا بالفلوج. كان معكم أخوكم جازورة. والحين أنا رايح البيت. ما يهون علي القطط إني ما مطعميهم. الله يكتب الأجر لي ولكم بإذن الله تعالى يا رب العالمين. يلا ليتس. وهذا يوم الثاني حبايب. عارف اني مقصر معاكم وغبت عنكم 10 ايام يا جماعة الخير. انا معذور عشان عندي ظروف شوية اني اعانيها، وزائد اني اصور لكم شيء يرضيكم ان شاء الله باذن الله تعالى. انا جيت لانه ما يهون علي السنانير اللي كنا متعودين عليهم. تقريبا كانوا 5 سنانير دائما نعطيهم الاكل العشاء. تقريبا يومين 3 ورا بعض صرت ما اشوفهم. شكلهم زعلوا ولا شيء. زائد البيت هذا هو يا جماعة الخير. والحين راح
نوديكم البيت الجديد ونوريكم كل التفاصيل ان شاء الله. لا تحرمونا من اللايك والاشتراك عشان نستمر. اعرف انكم اشتقتوا لي حبايب القلب، وهذا غصبا عني اني عم اغيب عليكم. يلا حبايب عشان الشرطة، ليتس جو. وهذه وصلنا البيت يا جماعة الخير، مثل ما شايفين. راح اوريكم البيت. جاهزين؟ هذا المدخل مثل ما شايفين، مواقف السيارات، وهذا المدخل الرئيسي. مثل ما شفتوا حبايب، هذا مواقف الحوش ومواقف السيارات ايضا. المهم حبايب، هذا الملحق تمام، وفي باب المطبخ هذا شايفين. تكرمون فيه اول شيء اول ما تدخل دورة مياه، هذا راح نلغيه. وفي ستور حق الوالد، وهذا اللي راح يترتب. تمام. راح اوريكم الصالة اللي جالس اصور فيها. هذا المجلس للضيوف وطاولة سفرة أكل، وفي دورة مياه على اليمين. تمام. تقدرون تشوفوني في الكاميرا هنا. 1 2 3. ها كيف عجبكم المكان؟ السيت اب هذا مؤقتا حبايب، وان شاء الله ينال اعجابكم الفلوج، اني ما قصرت معاكم. لا تحرمونا من اللايك والاشتراك عشان نستمر. تحياتي لكم، اخوكم جازورة، وفي امان الله.